ازاي النوم الصحي بيحميني من مرض السكر؟ اهلا بكم معايا في دكتور فود. انا دكتورة نورة الصاوي، والنهاردة هنعرف دور النوم الصحي في حمايتنا من مرض السكر وايه هو اصلا النوم الصحي ده. بس قبل ما نبدأ تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصل لكم فيديوهاتنا اول باول. النوم الصحي يعني انام بالليل و8 ساعات متواصل، مش اقل من 8 ساعات، وانام في اوضه نورها هادي جدا او يكاد يكون ما فيهاش نور. ليه ما يكونش فيها نور؟ لان انا جسمي بالليل بيفرز هرمون اسمه الميلاتونين، وده اسمه هرمون الظلام، يعني بيفرز بالليل بس واحنا نايمين، وبيزيد افرازه لما بنكون نايمين في الضلمه. سبحان الله، هو جسمي بيستشعر ان الدنيا خلاص ضلمت ومفيش نور، يطلع هرمون الميلاتونين ده بتركيزات عاليه. اول ما النور يبدأ يطلع والشمس تطلع الصبح، هرمون الميلاتونين ده يبقى في اقل تركيز ليه. طب الميلاتونين ده بيعمل ايه؟ بيروح لكل عضو من اعضاء الجسم يقول له ارتاح شوية، انت تعبت طول اليوم، ريح عشان تقدر تكمل وظيفتك اليوم اللي بعده. من ضمن الاعضاء دي بيروح للبنكرياس وبيقول له يا بنكرياس هدي بقى افراز الانسولين، اللي هو مين الانسولين ده؟ ده الهرمون اللي بيشتغل على الجلوكوز اللي احنا بناخده، النشويات اللي احنا بناكلها بتخش جسمنا بتتهضم وبتتحول لجلوكوز. الجلوكوز ده مين اللي بيتعامل معاه؟ الانسولين. فهرمون الميلاتونين هيروح للبنكرياس يقول له ريح بقى شويه، ما تفرزش هرمون الانسولين ده وخليه في اقل مستوياته في الدم كده لغايه ان شاء الله ما يجي الصبح ونبدا ناكل نشويات ونبدا ناخد وجباتنا ويبدا هرمون الانسولين يعلى تاني. لو انا ما نمتش بالليل في مكان ضلمه وما اخدتش كفايتي من النوم، الهرمون ده تركيزه بيقل قوي طول ما انا نايمه، ما بيبقاش التركيز الطبيعي. طب ده هيخليه يعمل ايه؟ هيخلي البنكرياس، هو مش مستشعر بقى ان احنا بالليل جه، فمش هيقلل وظيفته ولا حاجه ولا هيقلل افراز الانسولين. فهنلاقي على مدار ايام وسنين ووقت طويل كده، لو دي عادة الشخص ان هو بينام في النور، ما بينامش عدد ساعات كافية طول الليل، هتلاقي البنكرياس تعب وارهق وقال خلاص للجسم انا مش قادر كده افرز انسولين تاني، وتلاقي البنكرياس ما بيفرزش انسولين او بيفرزه بكمية قليلة ما بتناسبش كمية الجلوكوز اللي موجود في الدم، وبالتالي جلوكوز الدم بيعلى يبقى عندنا احتمالية اكتر للإصابة بمرض السكر من النوع التاني. كده خلصنا معلوماتنا النهاردة، اشوفكم في فيديو جديد وباي باي.